أنثى الهجين ناتجة من تزاوج ذكر الحسونة وأنثى الكناري تعرف بأنها عقيمة، أي لا تستطيع التزاوج أو إنتاج فراخ، وهذا ينطبق على معظم الطيور الهجينة بين نوعين مختلفين. ومع ذلك هناك بعض الجوانب المهمة المرتبطة بها في مجال التربية والهواية، خصوصا لهواة تربية الحسونة والكناري. أهمية أنثى الهجين في الإنتاج كبيرة، فهي تستخدم في الحضن وإطعام الفراخ، وترويض الحسونة على التزاوج معها للحصول على كبيس كناري جيد، وترويض ذكر الكنار عليها إذا أردت إنتاج الهجين العكسي. التدريب على التلقين، تعليم اللغة. تستخدم أنثى الهجين في تربية الفراخ الصغيرة، خصوصا فراخ الحسون، لتعليمهم لغة التغريد النقية، لأنها لا تغرد بنفسها أو تغرد بشكل خفيف وغير مميز، فهي لا تؤثر سلبا على لغة الفراخ، بخلاف الذكور أو طيور الكنار المغردة. دورها هنا يشبه الحاضنة الهادئة التي ترعى الفراخ دون التأثير على جودة تغريدهم. الاحتضان ورعاية البيض. يتم وضع بيض طيور مغردة مثل الحسون أو الكناري في عش أنثى الهجين للعناية والاحتضان، ما يساعد المربين في تقسيم المهام بين الطيور. يمكن استخدام أنثى الهجين كبديل للأنثى الأصلية في الحضن وإطعام الفراخ الصغيرة، خاصة إذا كانت الأنثى الأصلية غير قادرة على ذلك لأي سبب. ترويض الحسون على التزاوج. يمكن استخدام أنثى الهجين لترويض الحسون الذكر للتزاوج معها، حيث أنها قريبة من جنسه وتحمل بعض صفات الكناري مما يسهل عليه قبولها، وبذلك يمكن الحصول على كبيس كناري جيد من هذا التزاوج. فبعد وضعه لأنثى كناري تشبهها، فنسبة قبوله بها وتزاوجه معها كبيرة جدا عن تجربة. ترويض ذكر الكناري. يمكن استخدام أنثى الهجين لترويض ذكر الكناري على التزاوج معها إذا كنت تريد إنتاج الهجين العكسي، أي ذكر كناري مع أنثى حسون. هذا بسبب قرب أنثى الهجين من أنثى الحسون، فلما تضع الكناري الذكر مع أنثى حسون بطبيعة الحال تكون قد اعتادت لفترة على ذكر الكناري، فتجدهما منسجمين وكلاهما قبل بالآخر. الذكر بنسبة كبيرة جدا سيلقح الأنثى عند أخذها لوضعية التلقيح، وهي بدورها ستسمح له بذلك. هذا يخول الحصول على أجمل ألوان الهجين في هذا التزاوج، خصوصا إذا كان الذكر ذا لون فريد أو طفرة. الجمال والتميز. بعض المربين يفضلون إناث الهجين لأغراض الزينة أو العرض، لما لها من شكل فريد يجمع بين خصائص الحسون والكناري. خلاصة: أنثى هجين الحسون والكناري عقيمة، ولا تستخدم للإنتاج المباشر للفراخ، لكنها تلعب دورا مهما في رعاية الفراخ، تعليم التغريد النقي أو حضانة البيض. قيمتها تكمن في التربية المساعدة وليس في الإنتاج الوراثي. وأخيرا، من يود تربية أنثى الهجين للموسم المقبل فعليه باقتنائها هذا الموسم ووضعها مع الذكر التي تريد ترويضه عليها. وفقكم الله إخوتي، لا تنسونا بالدعاء، مشاركة المحتوى، دعمنا بإعجاب، وأي استفسار ضعوه في التعليق وسأجيب إن شاء الله. السلام عليكم.